لسه صاحي من النوم مصدع كوبايه الشاي، مش قادر بصراحه اكتب سكريبت او اي حاجه، فنزلت ستوري على كل المنصات عندي. لو مش متابعني على حاجه فيهم كل اللينكات تحت في الديسكربشن. المهم ان انا نزلت ستوري قلت فيها اسالوني وممكن تطلعوا في الفيديو الجاي، فديت ببساطه حلقه هرد فيها على الاسئله بتاعتكم. فعشان ما نطولش كتير يلا بينا على طول نرد على اسئلتكم. قبل ما ندخل في الاسئله بس في حوالي 200 سؤال اتسالوا، فانا مش هرد عليهم كلهم اكيد، فهحاول اختصر. معظم الاسئله كانت عباره عن ايه؟ في اسئله هنا هتطلع قدامكم دي اكتر اسئله اتسالت، فهرد عليها بسرعه. اولا اسمك الحقيقي؟ اسمي عبد الرحمن فتحي، علشان كده اسم القناه فتحي او ذا فتحي يعني. ثانيا انت في كليه ايه؟ كليه تربيه جامعه حلوان. ثلاثه عندك كام سنه؟ عندي 20 سنه. كده اصلا اختصرت 100 من ال 200 سؤال. فدلوقتي يلا بينا بجد بقى ندخل على الاسئله. اول سؤال معانا من عمار جيمنج بيقول ما هي اول لعبه لعبتها في صغرك؟ ايه هي اول لعبه لعبتها في حياتي؟ على فكره سؤال صعب جدا، علشان اكيد انا هنسى يعني، علشان انا اساسا بادئ جيمز وانا عندي حوالي 3 4 سنين. بس تقريبا اول لعبه لعبتها في حياتي كانت لعبه الفراخ. مش فاكر كان اسمها ايه بصراحه، بس اكيد هتظهر لكم صوره دلوقتي. السؤال اللي بعده من عمر محمد بيقول انت قررت تتجوز ولا لسه؟ ان شاء الله يا عمر اورث وهبقى افكر ان شاء الله. السؤال اللي بعده من صلاح بيقول ايه اكتر شيء حبيته بالزمن القديم وجيل الجنيه؟ يعني ايه جيل الجنيه يا اسطى؟ السؤال اللي بعده من ميكسد بيقول ايه السبب اللي خلاك تبقى يوتيوبر؟ سؤال حلو بصراحه، علشان اظهر رايي للشعب. بهزر طبعا عشان الفلوس. ريتاج احمد بتقول ايه اكتر موقف محرج حصل لك مش قادر تتخطاه لحد دلوقتي؟ بصراحه كتير كتير قوي يعني، بتحرج اكتر ما بتنفس تقريبا. مفيش موقف معين هو اللي انا خلاص كنت في نص هدومي يعني، علشان انا بتحط في الموقف ده كتير فشخ. حسن بسام بيقول متى اخر مره شخيت على حالك؟ بتابعك من زمان يا اسطى. يعني اخر مره اما كنت قدك تقريبا يا حسن. السؤال اللي بعده من فهد بيقول ليه حطيت فيديو البنات للمنتسبين؟ السؤال ده اتسال كتير جدا يا جماعه وعمل لغط كتير قوي يعني، بس الموضوع ببساطه ان انا مش حاطه علشان الفلوس او الحاجات دي، بل بالعكس يعني. لو كنت حطيته عادي مش للمنتسبين كان هيجيب لي فلوس اكتر. الموضوع مش في الفلوس، الموضوع ان انا حطيته كده علشان انا اهلي كانوا اعترضوا على موضوع الفيديو، ان هو يعني موضوعه رخم شويه، موضوع البنات وكده، فممكن يجيب مشاكل، فشلته ببساطه علشان ما يجيبليش مشاكل اكتر من كده، مش اكتر ولا اقل. كيان بتقول بتحب ولا لا؟ لا. ساجد بيقول اخوك اسمه ايه؟ هتغتاله ولا ايه؟ السؤال اللي بعده تقريبا من نور محمد بيقول ايه اكلتك المفضله؟ المكرونه بالبشاميل. كريم بيقول ايه الحاجات اللي حببتك في الجيل القديم والحاجات اللي حببتك في الجيل الجديد؟ ايه رايك تعمل فيديو عن ذكريات الطفوله؟ بص يا كريم ان شاء الله هبقى اعمل فيديو عن ذكريات الطفوله، بس ايه اكتر حاجات حبيتها في الجيل القديم مش عارف بصراحه، بس كانت الدنيا ابسط من كده بكتير بصراحه عن دلوقتي يعني. ايه اللي حبيته في الجيل الجديد؟ ولا اي حاجه. كيتومي بتقول اوصف اكتر بنت مستفزه كانت معاكم في ابتدائي في جمله واحده. على حسب معلوماتي انت شفت نوعيات كتيره منهم، فعندي فضول اعرف اكتر نوع بتكرهه. اكتر نوع بكرهه غالبا البنت البيكمي. البنت انا قلت في الفيديو البنت اللي هي اللي بتحاول تبقى كيوت. ريكو بيقول ممكن تعمل قناه جيمنج بليز؟ بص في مليار طلب بيقولوا لي اعمل قناه جيمنج، فابشروا. عملت قناه جيمنج اسمها فتحي سلامانكا، اللينك هتلاقوه تحت في الديسكربشن. يا ريت كلكم تنزلوا تعملوا سبسكرايب عشان هينزل عليها كونتنت هيعجبكم فشخ. عمر عادل بيقول ايه السبب او اليوتيوبر اللي خلاك تدخل اليوتيوب؟ بص هو السبب زي ما انا ما قلت الشهره والفلوس اكيد يعني، لكن كشخص بجد كان قدوه ليا وخلاني نفسي ابقى يوتيوبر في يوم من الايام هو احمد الميمني او بيستي. داش مان بيقول السلام عليكم، واحد مخطوب ولا متجوز؟ سنجل. اتنين ايش احسن كرتون بالنسبه لك؟ ادفنشر تايم او وقت المغامره. تلاته احسن لعبه بالنسبه لك؟ بايو شوك انفينيت. زياد بيقول ايه اوسخ حاجه حصلت لك من بنت؟ طلعني بليز. انا عامل البوم عن البنات، تقدر تدخل تتفرج عليه وهتفهم ايه اوسخ حاجات حصلت لي من البنات. السؤال اللي بعده مش عارف ده اسمه ايه، ده تقريبا ريزلاند. هل لو قالوا لك تشتغل مدرس هتوافق ولا لا؟ ولو هتوافق ايه هيكون عقابك للطلاب اللي عندك؟ عارف انه زي استجواب بس دي طريقتي. اولا انا كليه تربيه يعني المفروض اطلع مدرس اصلا، يعني بنسبه كبيره شكلي كده هطلع مدرس، بس ايه هيكون عقابي للطلاب؟ لا مش عايز اعاقب الطلاب بصراحه. كم عمرك وعايش فين بالتفصيل؟ انت دليفري يا اسطى. هل كسفت حد قبل كده؟ يا كتير. عمر شيرين سائل سؤالين بيقول هتبقى مدرس رياضه شريف ولا اعمال السنه هتقفلها بس للي بياخد معاك دروس؟ مش هبقى مدرس اصلا. ايه نوع المحتوى اللي نفسك تقدمه بجد بعيدا عن العشوائيات؟ بص هو العشوائيات كانت حاجه كده كده بجد انا حاططها في دماغي ان انا هعملها في يوم من الايام وعملتها ونجحت الحمد لله، بس كان في كونتنت تاني ده اللي انا بجد عايز اتشهر بيه او اطلع بيه وهو الجيمنج، فعشان كده عملت قناه تانيه للجيمنج. سبسكرايب. محمد عبد العال بيقول سقطت في كام ماده قبل كده؟ بصوا هو معلومه صادمه ليكم، هو انا كنت دحيح حبتين فما سقطتش في مواد كتير غير تقريبا في الجامعه ماده واحده.
محمد كامل بيقول ما فكرتش تلعب روبلوكس عشان روبلوكس فيها اكتر من 9 مليون لعبه. ليه ما فكرتش العب روبلوكس؟ عشان لعبه بضاعه. عبده سليمان بيقول انت ليه ما بتقدمش محتوى جيمنج؟ عشان كده عملت قناه للجيم. علي محمد بيقول هل بتتابع انمي؟ لا، ومش هتابع انمي باذن الله طول ما انا عايش. ما عنديش حاجه، بس كنت عايز اطلع في الفيديو، بالله عليك طلع. طب عشان انت ما سالتش، انا هطلع سؤالك في الفيديو او الجمله اللي انت كتبتها في الفيديو، ومش هطلع اسمك علشان ما تطلعش برضه. انا ستامر بيقول هل حبيت بنت من ورا اهلك؟ هل كريستيانو بيطير؟ حط السؤال بليز، متابعك من زمان. انا بحب كريستيانو، كريستيانو بيطير. السؤال اللي بعده من وحده التعليمات بتقول او بيقول ايه الحاجات اللي لو الزمن رجع لورا مش هتندم انك عملتها، وفي نفس الوقت ايه الحاجه اللي انت ندمان انك ما عملتهاش من زمان؟ بصوا، وانا عاده انا ما بندمش على حاجه انا عملتها، فما فيش حاجه يعتبر ندمان عليها. دلوقتي بقى اسئله التيك توك. انت عمرك حبيت الفيديوهات اللي بتعملها بتحصل معاك؟ كل الفيديوهات اللي انا بعملها مفيش حاجه منها ما حصلتش معايا، كله بيحصل بجد. مين هو الشخص اللي لو قالوا لك خلص عليه هتخلص عليه؟ اللي اخترع الرياضه على كوكب الارض. ندخل بقى على اسئله انستجرام. السؤال الاول من علي شيرين بيقول هو ليه الناس بقى مستوى ذكائهم قليل وبيحبوا يمشوا ورا اي اغلبيه وخلاص؟ ايه يا ابوي، صلي على النبي، انا يوتيوبر مو عالم فيه. السؤال اللي بعده من زياد بخيت بيقول بدات الفكره ازاي يا عمو فتحي؟ لو قصدك فكره اليوتيوب فمن يوم ما كسبتك 5 في فيفا. السؤال اللي بعده من بودي بيقول ايه اصعب موقف حصل لك في حياتك؟ اصعب موقف حصل لي في حياتي هو في كتير بصراحه، بس ممكن واحد منهم هعمل عنه فيديو كامل اصلا، استنوا الفيديوهات الجايه. السؤال اللي بعده من نور بتقول هل كنت بتحب بنات من مدرستك؟ ندخل بقى على اسئله فيسبوك. السؤال اللي بعده من محمد اشرف بيقول ليه مناخ جامعه حلوان مختلف عن مناخ مصر؟ بص يا محمد، مناخ جامعة حلوان بيتميز بانه دفيق ممطر شتاء، حار جاف صيف. السؤال اللي بعده من عمر بيقول شعورك ايه دلوقتي بعد ما كبرت وانت كان نفسك تكبر زمان؟ اوسخ شعور ممكن تحسه في حياتك والله العظيم. السؤال اللي بعده من سيف انا عامة ما بحبش اسال المشاهير خالص خالص، بس عندي سؤال ليك، هل تعلم ان عبده موتة افضل من الالماني؟ تتفق؟ والله يعني يا سيف هو رأي محترم، بس انا شايف ان الاسطوره احسن منهم هما الاثنين. طيب يا ريت كل المنصات اللي انا جبت سيرتها في الفيديو دوت تنزلوا تعملوا لي عليها فولو، كل اللينكات تحت في الديسكربشن. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، كان فيديو اسئله كده، اتمنى تكونوا عرفتوني اكتر يعني. وباذن الله ممكن ابقى اعمل جزء تاني علشان اللي ما سالش يسال. ما تنساش تشيك على قناه الجيمنج اللي عملتها زي ما انا ما قلت. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنساش اللايك والسبسكرايب كالعاده، واستنوا الحلقه الجايه عشان هتبقى حلقه تقيله برضو كالعاده. وبس كده، سلام.